في فيديو النهاردة هقول لكم على وصفة خلية نحل مميزة في الشكل وفي الطعم، بتطلع كده عبارة عن قطنة بطعم المولتو والكرواسون، خطيرة بصراحة. تستحق ان انتوا تجربوها، احنا في الشتاء والشتاء بيحب المخبوزات. تعالوا كده اقول لكم الطريقة والوصفة. اول حاجة هجيب كوباية الا ربع لبن دافي، هضيف له معلقة كبيرة خميرة فورية، 5 معالق كبار سكر ناعم. انا هنا بعمل اختبار الخميرة، بس انا متأكدة من جودة الخميرة بتاعتي، بس انتوا لازم تعملوا اختبار الخميرة ده. هدوبهم كده وبعد كده انا هشتغل على طول، انتوا استنوا كده شوية لحد الخميرة ما تتفاعل. هجيب بقى بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، ضيفة لها معلقة صغيرة خل، فانيليا، وهدوبهم كده. بعد كده هجيب 3 اكواب ونص دقيق، ضيفة لهم معلقة كبيرة لبن بودرة ورشة ملح وربع كوباية زبدة سايلة. هلمهم كده بالمعلقة لحد ما تلم معايا، وبعد كده هبتدي ان انا اعجن. اول ما العجينة تبتدي تتشكل معايا، هجيب معلقة صغيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة بالشكل ده كده. هبتدي اعجن، وانا بعجن بدي خبطات كده للعجينة بتاعتي، بتحسن من جودة العجينة وبتعمل عرق كمان للمخبوزات. هغطيها واسيبها تختمر شوية. بعد كده هدهن القالب بتاعي زبدة كويس قوي، وهجيب العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت، بصوا عاملة ازاي استريتش ومطاطية، مش بتلزق في الايد. لو العجينة وانتي بتعجني بتلزق في الايد، بتزودي معلقة او 2 دقيق، غير كده لا. هقطع بقى كور صغيرة، ممكن حجم واحد او متفاوتة الاحجام، يعني احجام مختلفة يعني. جبت هنا شوكولاتة اللي هي زراير، وممكن تستخدموا شوكولاتة دريم اللي هي القطع دي، تقطعوها يعني وتستخدموها بالشكل ده. وهحشي بقى الكور بتاعتي، ممكن تحشوها مربى، ممكن تحشوها تمر، ممكن تحشوها شوكولاتة، تحشوها جبنة. بس انا عاملاها حلو، يعني عاملاها خلية نحل حلوة. ما بين طبقة وكل طبقة وطبقة بدهن كده زبدة، وبعد كده ارص الطبقة التانية واضغط ضغطاية كده خفيفة بالشكل ده كده. واخر طبقة مش بدهنها ولا اي حاجة، بغطيها واسيبها تختمر. بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد 20 دقيقة. أول ما بتطلع كده بدهنها زبدة وبغطيها عشان تفضل طرية. بس كده الوصفة خلصت. ممكن بقى تاكلوها سادة، تاكلوها عليها شوكولاتة، تاكلوها عليها صوص التوفي، الصوص بتاع السينابون. طعمها رهيب جدا وهتعجبكم جدا جدا. لو الوصفة عجبتكم متنسونيش بلايك وشير للفيديو. أنا هيام علي من البيت.